بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديث الصباح يزاريو يألت حديث الذوق الإسلامي من لو رأسه إسلامي هنا أداب. الذوق الإسلامي إسلامي هنا أداب إسلامي سنسرات من ملكتنا. ቁጥር 1 የመጀመሪያው ሐዲስ في رد الجميل መልካም ለዋለለት መልካምን መመለስ ይላል። قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መልእክተኛ የአላህ ሶላትና ሰላም በሳቸው ላይ ይሁንና እንዲህ ይላሉ ማን صنع إليكم ለእናንተ የዋለላችሁን ይላሉ ማዕሩፋ መልካም ወለታን የዋለላችሁን ሰው ፈካፊኡሁ ያን የዋለላችሁን ወለታ መልሱለት። ይሄ ነው ረደል ጀሚል ብሎ ማለት يعني اذا صنع اليك انسان معروف አንድ ሰው የሆነ መልካም ነገር ላንተ ካደረገልህ سواء كان بمال او مساعده او علم او غير ذلك ገንዘብም ሆነ የሙሳዓዳም ድጋፍም ሆነ የእውቀትም ሆነ መልካም ይዋለልህን ማዕሩፍ የሚለው ነገር ውስጥ እነዚህ ነገሮች ውስጥ ስለሚገቡ ነው ፈካፊኡሁ ይላሉ ሙካፋአ ወለታውን መልሱለት يعني صانع المعروف መልካም ይዋለልህን ሰው መልካም ትውልለታለህ ማለት ነው ፈካፊኡሁ فإن لم تجدوا አሉ ካላገኛችሁ ወይም ካልቻላችሁ ማቱካፊኡነሁ ያንን የዋለላችሁን ውለታ መመለስ የማትችሉ ከሆነ የሆነ ያንን አቅሙ ከሌላችሁ ማለት ነው فادعوا له ለሱ ዱዓ አድርጉለት ጸልዩለት حتى تروا እስከሚሰማችሁ ድረስ አንኩም በእርግጥ እናንተ قد كافأتموه ያን ወለታውን መልሰናል ብላችሁ እስከምታምኑ ድረስ ዱዓ አድርጉለት። ሐዲሱ ሷሂህ ነው። ሐዲሱ ትክክለኛ የሆነ ሐዲስ ነው። رواه አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ነው። يعني مكافأة ብሎ ማለት يعني تكون بحسب الحال من الناس እንደ ሰው አህዋል ሁኔታ ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ من الناس من تكون مكافأته أن تعطيه مثل ما أعطاك የሰጠህን ነገር በመስጠት ሊሆን ይችላል أو أكثر ወይም እጥፍ አድርገህ በመመለስ ሊሆን ይችላል። ومن الناس እንዲሁም ደግሞ من تكون مكافأته أن تدعو له ولا يرضى أن تكافئه بمال ገንዘብ ያለው ይሆንና ገንዘብ ብትሰጠው ደስተኛ አይሆንም ዱዓ ብቻ ካንተ የሚፈልግ ይኖራል። ስለዚህ فإن الإنسان الكبير الذي يعني عنده أموال كثيرة ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው وله جاه وشرف في قومه إذا أهدى إليك شيئا فأعطيته مثل ما أهدى إليك رأى ذلك قصورا في حقه ስለዚህ ዱዓ ታረግለታለህ እንዲህ አይነት ሰው ከሆነ فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه ومن ذلك كمكافأة ከሚባለው በሌላ ሐዲስ ላይ የመጣው أن تقول له جزاك الله خيرا መልካምን ሚንዳ አላህ ይለግስህ ብለህ ዱዓ ማረገው إذا أعطاك شيئا أو نفعك بشيء فقل جزاك الله خيرا إن كالك فقد أبلغت في الثناء ولتاون بأرقد أدرسهال لمن وذلك لأن الله تعالى إذا جزاه خيرا كان ذلك سعادة له في الدنيا والآخرة جزاك الله خيرا يملو
ከዚህ የበለጠ ዱዓ የለም። ስለዚህ የዛሬው ሐዲስ ይህ ነው። وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.